أمريكا الشمالية، بل كان يعيش في سيبيريا في روسيا، لكنه عبر إلى أمريكا الشمالية عبر جسر اليابسة المسمى بيرينجيا، والذي كان يصل بين سيبيريا وألاسكا. وقد دخل كبش الجبال الصخرية في ميثولوجيا السكان الأمريكيين الأصليين نتيجة لهذا. يصل ارتفاع هذا الكبش إلى المتر، في حين يتراوح وزنه ما بين 55 و 150 كيلوغرام. أما طول جسمه فيتراوح ما بين متر و28 سنتيمتر إلى متر و85 سنتيمتر، وهذا ما يجعله كبشا عملاقا. كباش الجبال الصخرية مستهدفة من طرف جميع الحيوانات المفترسة في البرية، لأنها تعتبر فرائس دسمة، لهذا تبقى